بالنسبة للعملاء اللي بيركبوا معاكي، بما انك ست كده، بتفضلي اللي يركب معاكي بنات وستات، ولا عادي ممكن اقبل ريكوستات رجاله عادي؟ لان في ناس تقول لك هو انا ينفع اشتغل بس اقبل ريكوست بنت بس. فانت شايف رايك ايه في الموضوع ده، ال- ورايك عامه في نوع العميل، الست بيكون مريح ليكي اكتر ولا الراجل؟ لان انا بالنسبه لي ما اكدبش عليك يعني، الستات ايه في التعامل معهم بيتعبني شويه، طبعا قوي مش كلهم. قوي الا من رحم ربي. بس انا بفضل اكتر العميل اللي يكون شاب مثلا، اعرف اتكلم معاه. بالظبط، انا انت رايك برضو ايه؟ نفس النظام. انا بحب شغل الريكوستات بتاعت الرجاله اكتر. سيدات كتير بتبعت لي وبتسالني عن شغل اوبر، هل هو امان؟ طيب ينفع اصلا ان بنت تشتغل في اوبر؟ طب مواعيد الشغل ايه؟ فانا طبعا ايه معانا النهارده؟ كابتن مروه، كابتن سباحه في الاساس وكابتن اوبر معانا كشغل اضافي، يعني منورانا النهارده. وانا بشكرك ان انت معايا في الحلقه النهارده، بحيث ان انت تجاوبي بقى البنات على الاسئله دي. ربنا يخليك يا محمد، انا اللي مبسوطه والله ان انا معاك. ربنا يخليكي. فاحنا ايه، هقول لك الاسئله اللي هي بتتسال لي تمام. وانت جاوبيني عليها. خلاص اوكي. اول سؤال واكتر سؤال بتسال لي، هل شغل اوبر للسيدات بيكون امان ولا بهدله ليهم وكده؟ لا، هي اللي بتقدر تتحكم في اذا كانت امان او لا. ان هي ما تروحش اماكن محذوفه. وقت متاخر، لا طبعا ما تطلعش في وقت متاخر. يعني انا مثلا ماكسيموم اخري 10 ونص. الا لو في مواسم بقى، مثلا رمضان، العيد، مش عارف ايه، بتبقى الدنيا زحمه. تاني حاجه، ما تروحش اماكن محذوفه. المكان اللي هي ما تعرفوش محذوف ما تروحوش. ده بالنسبه للامان. طيب هل انت في اماكن معينه بتحب تفضلي تشتغلي فيها او مواعيد معينه، ولا ممكن تشتغل في اي وقت؟ انا عشان شغلي اساسا، عشان شغلي بتاع السباحه، فما بتبقاش العربيه بالنسبه لي هي من الى. لا، انا بشتغل مثلا 3 ساعات الصبح، 3 ساعات بالليل، او على حسب الاوقات اللي انا بكون فاضيه فيها، مش اكتر ولا اقل. دايما بحب الشغل بتاع زايد واكتوبر، لان انا من زايد، فببقى هو ده شويه، الا لو مشاوير خاصه، لو حد اعرفه والكلام ده، والشغل ده هو اللي فتح لي المشاوير الخاصه. بتبقى في ستات بتركب معايا وحاجات زي كده، فبتاخد الرقم وبتطلبني. بروح بقى مشاوير بيها خاصه زي ما هي عايزه، في الاماكن، في المكان اللي هي عايزاه. طيب يعني الخلاصه ان هي تشتغل في الاماكن اللي هي حافظاها، بالظبط. ده احسن مكان تشتغل فيه. بالظبط. بالنسبه للعملاء اللي بيركبوا معاكي، بما انك ست كده، بتفضلي اللي يركب معاكي بنات وستات، ولا عادي ممكن اقبل ريكوستات رجاله عادي؟ لان في ناس تقول لك هو انا ينفع اشتغل بس اقبل ريكوست بنت بس. فانت شايف رايك ايه في الموضوع ده، ال- ورايك عامه في نوع العميل، الست بيكون مريح ليكي اكتر ولا الراجل؟ لان انا بالنسبه لي ما اكدبش عليك يعني، الستات ايه في التعامل معهم بيتعبني شويه، طبعا قوي مش كلهم. قوي الا من رحم ربي. بس انا بفضل اكتر العميل اللي يكون شاب مثلا، اعرف اتكلم معاه. بالظبط، انا انت رايك برضو ايه؟ نفس النظام. انا بحب شغل الريكوستات بتاعت الرجاله اكتر. رغم ان الستات بتبقى ظريفه ولطيفه، وتشوف ان اللي جايه لها بنت ومش عارف ايه، فبتبقى مبسوطه. حلو. وفي ستات معرفش، ما بتحبش الست تجيلها، بتتعامل بطريقه مش حلوه خالص خالص خالص، معرفش ليه يعني. لكن اللي دايما بيشجع في الحوار ده بصراحه الرجاله. دايما بلاقيهم ايه ده، لا برافو، مش عارف ايه، كويس وبتاع. وفي ستات كويسه جدا 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 بقى. خلي بالك النوع من الستات التاني اللي انت اتكلمت عنه مش معاك انت بس، لا معانا لا احنا لا، برضو نفس ده الكلام. انا عرفت، طبعا، لان انا عارفه كذا حد كده بيتكلم يعني. طيب اكتر حاجه بتتقلك مثلا لما حد يجي يركب معاكي فيلاقي ست اللي جايه له مش راجل، اول حاجه مثلا بيقولها ليه، او اكتر حاجه بتتقال ايه؟ اول حاجه لما راجل بيجي ويلاقي ان اللي جاي له كابتن بنت، بيستأذني اقعد قدام ولا اقعد ورا، اه. عشان ما يضايقنيش. يعني بيقول لي قدام او ولا ورا. حلو. فطبعا بقول له يقعد زي ما هو عايز، يعني دي مش هتفرق معايا يعني. بس في مره واحده بس اللي حصلت، ان العميل لما انا رحت له ولقى ان انا ست جايه له ست، راح قال لي لا انا هلغي الريكوست. معرفش بقى، ممكن يكون خايف من سواقتي. طيب بص بقى، السؤال اللي جاي ده ما حد ساله لي قبل كده، بس ده من عندنا. في حد بيجي يركب معاكي فلما يلاقي واحده ست بيقلق وهو بيبقى قاعد متوتر ان ست اللي سايقه؟ لان انا واحد من الناس لما بلاقي اصلا ست على الطريق ببقى انا متوتر. ببعد عنها. فما بالك بقى ان انا قاعد معاه وهي اللي سايقه هل الموضوع ده بيحصل معاكي؟ في ساعات رجاله اول ما بتركب معايا بيقوم شادد الحزام الحزام، على طول. اللي هو انا بيقول خايف يعني. الشهاده. بعد كده لما بيلاقي لا الحمد لله انا سواقتي، والكل التقييمات بتاعتي ان هي، رغم ان هي واحده ست، ممكن انا وريتها لك يا محمد، ايوه حصل. اللي هي رغم ان هي واحده ست بس سواقتها حلوه، والحمد لله بشهاده الكل انا سواقتي حلوه قوي.
فلا بيطمن يعني بعد شويه كده وزحمه وبتاع، لا بيطمن او مجرد وبيقوم. ما شاف السواقه تمام اه خلاص انا لكن اول ما بيركب لا بياخد بيبقى مقلق البتاع. شويه واخد لكن خطوه. انا كواحده ست لما باجي اسوق والاقي ست قدامي، الا من رحم ربي طبعا، عشان في انا اللي معلماني واحده ست وجامده قوي، اول ما بلاقيها انا بعتبرها عربيه اسعاف وبوسع لها الدنيا. طب خلينا نتكلم برضو في حاجه مهمه. لو في نوع، اي نوع بيحصل من انواع الاستظراف، ان مثلا نركب معاكي الشباب مع بعضيهم حاجه زي كده، هل الموضوع ده مثلا حصل معاكي ان حصل موقف وحد ضايقك او حاجه زي كده؟ لا بصراحه لا، محدش ضايقني، بل بالعكس يمكن اللي ضايقتني او اللي ضايقني كان بيبقى اكتريته ستات، معرفش ليه. بل بالعكس الشباب لما بتيجي تركب مثلا مجموعة شباب راكبين مع بعض، هيجي حد يقول لفظ او حاجة، هم من نفسهم يقوموا قايلين للتاني لا بس احنا معانا حد في العربية، اصبر. يعني هم بصراحة لا ايوه يعني لو راكبين عاملين معانا النقطة ممكن دي. ياخدوا راحتهم شويه، ان لو بالظبط، لكن بيقدروا لما حته. بيقدروا ان انا واحدة ست معاهم. لكن الستات معرفش في ايه يعني، معرفش. طيب دي حاجه كويسه. في الاخر الفيديو انت حابه تنصحي مثلا اي بنت عايز تشتغل في اوبر او مجال النقل الذكي، اه في نصيحه معينه عايزه تقولها لها، او في معلومه مثلا تفيديهم كتير بخبرتك؟ بيسالوني، كذا بنت بتسالني وهي راكبه معايا اخد الخطوه، يعني اعمل كده واخد الخطوه. بقول لها فكري فيها كويس قوي قوي، خدي الخطوه. انا لما عملت الحوار ده انا كنت بين وبين لا، هتنفع معايا، هقدر امشي في الدنيا ولا لا. لقيتها حاجه كويسه، والناس بصراحه بيدعموا حلو قوي. البنات اللي عايز تشتغل اوبر هي ما فيهاش اي حاجه، بل بالعكس هي حلوه جدا 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 كشغل اضافي كشغل كمان. اضافي، مش اه شغل اساسي. لان صرف النظر ان انت الولد بيشتغل مثلا ممكن يشتغل 12 ساعة، تمام. هو يقدر يشتغل دي، لكن احنا كستات لا مش هنقدر نشتغل كده. هي اخرنا كام ساعة وخلاص. زي مثلا ما الستات بتعمل دلوقتي دورة المدارس، اللي هي يا دوبك مشوار الصبح ومشوار بقيت اخر اشوف النهار. منهم كتير قوي كتير بيعملوا جدا الموضوع ده. جدا منتشرين دلوقتي قوي، ربنا يرزقهم يا رب. زيها زي النقل الذكي بالظبط. شغلانه حلوه وظريفه ومش مهينه. في الاول وفي الاخر انت راكبه في عربيتك وفي حاجه. وانا بصراحه كواحده انا ما بفهمش غير في حاجتين، السباحه والسواقه، اكتر من كده ما بفهمش. طبعا انا كنت مبسوط النهارده مع استاذه مروه. حلقه كانت مفيده جدا لاي بنت عايزه تشتغل في مجال النقل الذكي، ومفيده بالنسبه لي انا برضو، كاسئله كتير كانت بتسال لي انا ما اعرفش عنها حاجه. استاذه مروه برضو بتعمل محتوى جامد جدا على التيك توك، برضو هسيب لك اللينك بتاعها لو عايز تدخل تتفرج على فيديوهاتها. وكمان احنا ممكن نبقى نطلع كده لايف ان مع شاء بعض الله، اكيد ان نتكلم شاء لو في الله. برضو حد عايز يسال في اسئله تانية. والبنات اللي عايزه تسال تدخل معانا برضو اللايف وتسال اللي هي عايزاه، بل بالعكس ممكن نساعدها كمان. ايه الاماكن اللي تشتغلي بالظبط كده. فيها، وايه الاماكن مش عارف ايه. لان في كتير قوي على فكره بيسالوني لو في حد يوصلنا. اوقات انا ما ببقاش فاضيه، حلو. ببقى في شغلي. انا اوقات كتير جدا 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 ببقى في شغلي في السباحه، ما ببقاش فاضيه ان انا اروح المشوار ده. وبصراحه فلوسه بتبقى حلوه. ف... فواحده تقول لي مثلا ما تعرفيش واحده طيب توصل بنتي، ما تعرفيش واحده. فده برضو انت بيبقى المفروض حلو بقى قوي. تعملي جروبات وتعملي محتوى بقى ان وتبقي شاء الله حد باذن كده. الله ان شاء ماشي الله. ماشي. يلا، السلام عليكم. باي باي.